فطار سريع في رمضان وجديد وطعم خطير. أنا هبة إبراهيم، بنعمل وصفات سهلة جدا وبسيطة والطعم في حتة تانية خالص. هاتي كيس مكرونة وهاتي كده بولة أو حلة، وهنحط فيها مية سخنة ومعلقة ملح ومعلقة من الزيت، وهنزل بالمكرونة هنسلقها. بولة بقى تانية هنحط فيها بهارات من السمك ومعلقة من التوم، وبعد كده معلقة من الصلصة، معلقة من المستردة، وعندنا جمبري غسلينه كويس جدا ومصفيينه ومفيهوش ولا نقطة مية، وهندمجه كده بالخلطة اللي احنا عملناها الرهيبة دي. طاسة كده وفيها معلقة زبدة، وبعد كده هنزل بقى اديلها صدمة كده بالشكل ده. أول ما تستوي بتاخد حوالي 10 دقايق بالظبط، لأن الجمبري ما بيحتاجش سوا كتير. حلة وفيها نص لتر من اللبن، معلقتين من الدقيق، ملح وفلفل أسمر أو 7 بهارات، وقلبي بقى كل الكلام ده كويس جدا. وهانزل كده بالجمبري في الصوص بقى اللي احنا عملناه الخطير ده، وتقدري تعملي شوربة السي فود بكده. بالطريقة دي بتبقى سهلة جدا. عشان اعزز القوام بتاع الصوص، بحط معلقتين من الكريمة الطهي او الكريمة اللباني. المكرونة عندنا خدت سوا حوالي 3/4، جبت بايركس ونزلت بالمكرونة بتاعتي، وبعد كده حطيت عليها بقى الصوص بالجمبري. عايزة اقولك احلى مكرونة وايت صوص هتاكليها في حياتك، خطيرة وفي حتة تانية. حطيت معلقة من الشبت، وعندنا جبنة موتزاريلا، ودخلتها الفرن. خدت لون خطير والريحة كانت جايبة لآخر الشارع. وكان عندي هنا طبق عملت شوربة سي فود على جنب كده. كمان حطي عليها شوية شبت، بتودي حقيقة حرفيا الطعم خطير. شايفة الصوص، شايفة القوام، يجنن. قدموها كده على الفطار وبألف هنا. باي باي.